السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من قناة الشاف عبد الحق. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أقدم لكم وصفة لي كورني معمرين بالدجاج والجبن الأحمر. كتلاحظوا معنا على هذه الطريقة كيجيو فنين بزاف ولذاذ. إذا ابقوا معنا لتشاهدوا الوصفة. إذا على بركة الله، بالنسبة للمقادير غادي نقسموهم على 3 أجزاء. عندنا الجزء الأول هو ديال الدجاج بالعمارة اللي غادي تكون في قلب لي كورنير ديالنا. غنحتاجو البصلة واحدة كبيرة كتلاحظوا معنا. غادي نحتاجو واحد 200 غرام ديال شرائح الدجاج يكونوا مقطعين دي فيلي كتلاحظوا معنا، مقطعين رقيقين. سوف نحتاج واحد 100 غرام ديال الجبن الأحمر المبشور اللي مقطع في محكوك في العين الكبيرة ماشي في العين الصغيرة، باش غادي نخلطوه مع الدجاج من نحمروه وعاد نقطعوه. شوية ديال القزبر معدوس، ملعقة كبيرة. إلا بالنسبة للعطرية غادي نحتاجو شوية ديال المليحة، شوية ديال البزار، شوية ديال الفلفل الأحمر، تقريبا هنا عندنا ربع ملعقة. هنا نص ملعقة ديال الفلفل الأحمر، نص ملعقة ديال السكينجبير، واحد الملعقة صغيرة ديال الموطارد. واخيرا بما يخص الدجاج غادي نحتاجو هنايا واحد الملعقة كبيرة ديال الخل. الان سالينا مع المقادير ديال الدجاج. الان غادي ندخلوا للمقادير ديال صلصة البيشاميل. غادي نحتاجو واحد 2 ملاعق كبيرة ديال الزبدة، شوية ديال الملح، شوية ديال الابزار. هنا غادي نحتاجو واحد شوية ديال الدقيق، تقريبا واحد 300 غرام، باش غادي نوجدو صلصة البيشاميل ديالنا. وعندنا هنايا الحليب السخين كتلاحظوا معنا، لاننا غادي نحتاجوه لجوج المراحل. غادي ناخذ واحد شويه نقسموا هذا الحليب عندي هنا نص لتر، نقسموا على جوج ديال المراحل. غناخذ منه شويه باش نصوب البيشاميل، وناخذ شويه منه باش نصوب لاباط ديال لي كورنر. غادي نحتاجو لواحد بالنسبه للعجين غنحتاجو البيضه واحده، شويه ديال الملح، ثم سوف أحتاج إلى 2 ملاعق كبيرة ديال الزيت نباتية. هنا عندي نصف ملعقة صغيرة ديال الخميرة. وأخيرا عندي هنايا واحد 500 غرام ديال الدقيق كي كتلاحظوا معايا. وفي النهاية غادي نحتاج لهاد لي كورني هادو كتلاحظوا معنا على هاد الطريقة هادي اللي غسلتهم، راهم مغسولين ناضين، اللي فيهم إن شاء الله غادي نمونطيو لي كورنير ديالنا. إذا على بركة الله مشاهدي الكرام، أول حاجة غادي نقوموا بها هي تحضير العجين. ابقوا معنا. إذا على بركة الله مشاهدي الكرام غادي نبداو بتحضير العجين ديالنا. إذا بسم الله غادي نوضع الدقيق ديالي على هذا الشكل هذا. سوف أقوم بإضافة الزيت على هذه الطريقة هذه كي قلنا 2 الملاعق. غادي نضيفوا الخميرة ديالنا على هذا الشكل. غادي نفقصوا البيضة ديالنا بسم الله على هذه الطريقة هذه. واخيرا غادي نضيفوا المليحه ديالنا على هذا الشكل. وفي النهايه سوف اقوم باضافه الحليب شيئا فشيئا على هذه الطريقه هذه. به غادي نجمع العجين ديالي على هذه الطريقه هذه، وغادي نبقى على هذه الطريقه حتى نجمع العجين ديالي ويصبح لي متماسك. ونلتقي بعد قليل. اذا مشاهدينا الكرام كتلاحظوا معايا بعدما انتهيت من عجن العجين ديالي فقط بالحليب كتلاحظوا معنا كتصبح لينا على هذا الشكل. كتجي مجموعه متماسكه كتلاحظوا معنا على هذا الشكل، كتجي جامعه راسها مزيان، كتجي غزاله. الان غادي ناخذ بابي سولفوريزي على هذه الطريقه وغادي نفتحو على هذا الشكل. غادي نخلي فيه العجينه ديالي ترتاح لمده نصف ساعه. فوالا، لان باش تجينا مطلوقه وتجمع لينا مزيان ضروري هاد بابي سيلفغيزي هو اللي كيعاون. اذا نوضعها على هذا الشكل، نشد عليها على هذه الطريقه، نزيد نلويها 2 المرات على هذا الشكل. ناخذ مقص نقطع بابي سيلفيريزي ديالي، غادي نجمع على الجنيبات على هذه الطريقه هذه، نجمعوها مزيان على هذا الشكل هذا. وكناخذوا منيدل بحال هكا باش ما نخليوهاش من الحرف على منيدل، وكنغطيوها هذا الشكل هذا. وغادي نخليوها لمده نصف ساعه ترتاح. والان سوف نمر الى تحضير الدجاج. ابقوا معنا. اذا على بركه الله مشاهدي الكرام، الان سوف نمر الى تحضير الدجاج. كناخذوا مقلاة على هذا الشكل هذا، غادي نضيفوا لها القليل من الزيت على هذه الطريقه هذه، واحد شويه.
كي كتلاحظوا معنا على هذه الطريقة هذه. الآن من درنا الزيت سوف أقوم بإضافة البصل ديالي على هذه الطريقة هذه، وغادي نوضعو فوق النار باش يتشحر لينا حتى يدبال، وسوف أستمر بإعداد الدجاج. الآن بعد ما درت البصلة ديالي باش تشحر ليا وتدبل ليا، غادي ناخد هاد قطع الدجاج هذه على هاد الطريقة هذه، وسوف أبدأ بتقطيعها إلى قطع صغيرة جدا. كتلاحظوا معنا على هذا الشكل، قطع صغيورين على هاد الطريقة هذه كتلاحظوا معنا، باش ان شاء الله ملي غادي نخلطوهم مع هاد الخلطة هذه تجينا ساهلة في التخلاط ديالها. واللي تيتساونا في كورنير، حيت عندنا دي كورنير صغار، ما نديروش داك الكبار، نديرو المتوسطين. اذا سوف استمر بتقطيع كل دجاج ونلتقي بعد قليل. اذا مشاهدينا الكرام كي كتلاحظوا معايا بعد ما انتهيت من تقطيع الدجاج ديالي، كتلاحظوا معنا كيجينا على هذا الشكل هذا، كيجي رقيق جدا. اذا جميل جدا. دابا غادي ناخذ هذا الاناء هذا فين غادي نخلط الدجاج ديالي مع الخلطة الخاصة. غادي نهبط الدجاج ديالي كله على هذه الطريقة. حسنا. دابا في هذه الاثناء البصل ديالي بطبيعة الحال راه مازال كيتشحر. الان سوف اقوم باضافة القزبرة والبقدونس ديالي. بالنسبة للقزبر معندناش، الا كان عندكم مدقوق حتى هو مزيان. كنضيف فخوماج غوج على هذا الشكل، الجبن الاحمر، ثم اضيف العطرية ديالي كلها مع موطارد، واخيرا اقوم باضافة معلقة ديال الخل ديالي على هذا الشكل هذا، واقوم بتحريك كل العناصر جيدا على هذه الطريقة هذه حتى يندمجوا ليا مزيان. اذا المشاهدين الكرام كما كتلاحظوا معايا بعد ما انتهيت من تحريك الدجاج ديالي مع الخلطة السحرية، كتلاحظوا معنا كيصبح لينا على هذا الشكل، كيجي رائع جدا وفيه واحد المذاق لذيذ جدا. والان غادي نغطيه بإناء على هذه الطريقة هذه، كتلاحظوا معايا باش يشرب ليا داك الخلطة. غادي ننتظر على ما تذوب ليا او تدبل ليا البصل، ونلتقي بعد قليل. اذا المشاهدين الكرام كتلاحظوا معايا بعد ما دبات لينا البصل، كي كتلاحظوا معنا كتدبال وكتصبح لينا على هذا الشكل هذا، كتلاحظوا معنا على هذه الطريقة هذه. في هذه الأثناء سوف أقوم بإضافة الدجاج ديالي اللي قمت بتحضيره وتحضير الخلطة ديالو على هذه الطريقة، وسوف أبدأ بتحريكه جيدا مع البصل على هذه الطريقة هذه حتى يطيب ليا مزيان. وغادي نغطي عليه على هذه الطريقة هذه ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. في هذا الأثناء سوف أمر لإعداد صلصة البيشاميل، ابقوا معنا. إذا المشاهدين الكرام على بركة الله، الآن سوف نمر إلى إعداد صلصة البيشاميل ديالنا. غادي نديرو الزبيدة تذوب لينا على هذه الطريقة هذه على نار قليلة جدا على هذا الشكل، نخلطوها مزيان تذوب لينا. الآن سوف أقوم بإضافة الدقيق شيئا فشيئا. غادي ندير 2 معلقات بجوج معلقات بطبيعة الحال مع التحريك جيدا على هذه الطريقة هذه. لاحظوا معايا أنا كنخلط وأنا كنزيد في الدقيق على هذه الطريقة هذه. الآن ملي كتصبح لي عجينة على هذه الطريقة هذه، الآن سوف أقوم بإضافة الحليب شيئا فشيئا. بطبيعة الحال دائما مع التحريك نحركو مزيان باش مديرش لينا الحبوب. اذا مشاهدينا الكرام كي كتلاحظوا معنا كنستمروا في التحريك حتى كتوجد لينا لاصوص بيشاميل ديالنا. كي كتلاحظوا معنا كتجينا على هذا الشكل، كتجي خاسره ولذيذه جدا. الان سوف اقوم باضافه الملح والابزار على هذه الطريقه هذه، واستمر بتحريكهم جيدا على هذه الطريقه هذه حتى يندمجوا لنا جيدا. اذا الان مشاهدينا الكرام
لاصوص بيشاميل ديالنا هي جاهزه لينا على هذه الطريقه هذه. الان بالنسبه للدجاج حتى هو راه واجد لينا، كتلاحظوا معنا. غادي نزولوا البيضاء ديالو، غادي نحركوه واحد شويه على هذه الطريقه هذه. والآن سوف نقوم بإضافة عليه صلصة البيشاميل اللي حضرنا على هذه الطريقة هذه. وسوف نقوم بتحريك كل العناصر جيدا حتى يتخلطوا لنا مع بعضياتهم. إذا مشاهدينا الكرام كي كتلاحظوا معايا الخلطة ديالنا هي جاهزة لينا. كتلاحظوا معنا على هذه الطريقة هذه كتخلط لنا لاصوص بيشاميل مع الدجاج ديالنا. الآن سوف نقوم بإطفاء النار وغادي نغطيوها على هذه الطريقة هذه ونخليو السخونية ديالها ترجع عليها. والآن سوف نقوم بإعداد العجين، ابقوا معنا. الآن مشاهدينا الكرام على بركة الله سوف نمر إلى إعداد العجين ديالنا. كي كتلاحظوا معنا راه ارتاح لينا وجانا غزال هشيش جميل جدا. غادي نزولوا هذا المنديل، غادي نقوموا بالفتح على العجين ديالنا على هذه الطريقة هذه. غادي نفتحوه كيف شتيناه. فوالا، حاولوا تأكدوا بأن ما بقاش البابي سيلوفان فيه، لأن إلا لصق فيه راه مشكل، يعني إلا دخل الفران غيذوب وغتاكلوا داكشي. فمن الأحسن راقبوا بأن ما بقى حتى شي طريف لاصق فيه. جميل جدا. الآن مشاهدينا الكرام غادي ناخذوا واحد شويه ديال الدقيق على هذا الشكل، غادي نوضعوه في المكان اللي غادي نورقوا فيه العجين ديالنا على هذا الشكل، ونحطوا العجين ديالنا على هذه الطريقه هذه. كنضغطوه مزيان على هذا الشكل حتى كيتورق على هذه الطريقه هذه. والآن سوف نقوم بأخذ المدلاك على هذه الطريقة، غادي نورقوه مزيان حتى يجينا رقيق بزاف، حتى يبقى لنا رقيق لواحد الدرجة كبيرة. كتلاحظوا معنا على هذه الطريقة. غادي ندير واحد شوية ديال الدقيق في المدلاك على هذه الطريقة باش ما يلصقش لينا، وسوف نستمر في درك العجين بسرعة. اذا كيف كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام الان لقد انتهينا من توريق العجين ديالنا. كيف كتلاحظوا معنا كيجينا هشيش، كتلاحظوا معنا رقيق بزاف. واش ملي ندوروا على لي كورني غيجينا خفيف ودغيا يتحمر لينا. الان سوف نقوم باخذ سكين على هذه الطريقه، وغادي نديرو مستطيل يكون متوازي باش ملي غادي نقطعوا داك القطع المستطيله غادي يجينا مقاد على هذا الشكل. بطبيعة الحال هذا العجين غادي نحتفظوا به جانبا. اذا كيف كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام بعد تقطيع المستطيل على هذه الطريقه هذه، الان سوف نقوم بتقطيعه الى شرائط صغيره يكون فيها واحد 2 سنتيم كل وحده. اذا لاحظوا معايا كي غندير، غادي ناخذ 2 سنتيم على هذه الطريقه هذه، وغادي نمشي بالطول على هذه الطريقه هذه. تلاحظوا معنا نحاول نشدو فيه باش ما يطيرش لينا. تلاحظوا معنا على هذا الشكل، وسوف نستمر بتقطيع كل عجين على هذه الطريقة هذه حتى ننتهي. الآن مشاهدينا الكرام سوف أقوم بأخذ ليمول ديالي. كتلاحظوا معنا على هذا الشكل هذا. في نفس الآن لقد قمت بإحضار طبق الفرن على هذه الطريقة هذه اللي فيه بابي سولفريزي أو ورق الزبدة. إذا على بركة الله غادي ناخذ أول قالب ديالي. كتلاحظوا معنا على هذا الشكل هذا. بالنسبة للطريقة راه سهلة جدا. كناخذوا الطبق هذا المول ديالنا، كناخذوا العجين كنلفوها على الراس على هذا الشكل هذا، كنضغطوا جيدا. كناخذوا العجين ديالنا وكنبداو نلفوها مع الضغط على هذه الطريقة هذه. كنحاولوا نديروا إيطاج فوق إيطاج أو طبقة فوق طبقة. كتلاحظوا معنا على هذا الشكل. كنستمروا على هذه الطريقة هذه حتى كننتهيو المول ديالنا بأكمله. تلاحظوا معايا على هذا الشكل كيجيو رائعين جدا. وتا العجين راه ساهل وكيجي مقرمش حتى هو
صافي. هاد التالي هذا راه ساهل، يجينا على هاد الطريقة هادي. فوالا، نحاولو نقدوهم. جميل جدا. نحاولو ما نكملوش حتى للتالي بالنسبة لي كورني ديالنا. كي كتلاحظوا معنا مشاهدي الكرام على هاد الطريقة هادي نحاولو نخليو واحد المسافة بين الاول والتالي ديال الكورني ديالها باش ما نعمروهمش حتى للتالي، باش ما يجوش عامرين حتى للتالي. غادي نوضعوهم طبق الفرن على هاد الطريقة، وغادي نوضعوهم على هاد الطريقة هادي باش غادي يتحمروا لينا. انا غادي نعاود المرحلة اللي درت باش تشوفوا معايا كيفاش درت ليها. كناخدو العجين على هاد الطريقة، كنوضعو الرأس على هاد الشكل، كنضغطو جيدا، ثم نبدأ بالتواء العجين على هاد الطريقة هادي. تلاحظوا معنا كنديرو طبقة فوق طبقة على هذا الشكل هذا. نحاولوا نخليوش العجين يتلوى لينا على هاد الطريقة. كيف كتلاحظوا على هذا الشكل هذا مشاهدي الكرام، وإلا شاط لكم القليل من العجين قوموا بتقطيعه بواسطة السكين اللي قطعنا به في الأول على هذا الشكل هذا. لصقوه جانبا على هذه الطريقة هذه، دائما مع احترام واحد المسافة اللي غادي نخليوها الآن على هذه الطريقة. نخليو واحد شوية بين العجينة وبين الراس باش يجينا ساهل الإزالة ديالو. غادي نحطوه تحت الأخ ديالو على هذه الطريقة هذه فوق طبق الفرن. كي كتلاحظوا معنا كنشدوه من هاد البلاصة هذه اللي خلينا خاوية. إذا سوف أستمر بإعداد كل كورني ديالي. وبالنسبة للعجين حيت عندي بزاف لي كورني، هاد العجين اللي كنت زودت في الأول عاوتاني غادي نورقو وغادي نكمل به لي كورني اللي بقاو لينا، ونلتقي بعد قليل. اذا مشاهدي الكرام كي كتلاحظوا معايا بعدما انتهيت من اعداد لي كورني ديالي، كتلاحظوا معنا كيصبحوا لينا على هذا الشكل. كتلاحظوا معنا غير فقط للاشاره بالنسبه لهاد الرؤوس هادو اللي كيجيو هكا بوينتو كيجيو ماضين، كناخذوا الصبيعات ديالنا بحال هكا، بحال نشدو ستيلو وكنقدوهم باش كيجيونا بوينتو. هادشي اللي مازال ما تصوبتوش لاحظوا معايا هذا بحال دابا كيفاش داير. غادي نبقى نقادو بحال هكا حتى يولي بوينتو باش كنعمروه اقصى ما يمكن. كتلاحظوا معنا على هذه الطريقة هذه. صافي، نحاولوا نفرقوهم واحد شوية باش ما يتلاصقوش لينا. ملي ندخلوهم الفران ندخلوهم غير بشوية باش ما يتحركوش من الاماكن ديالهم. بطبيعة الحال الفران راني شعلت عليه قبيله باش قربت نسالي، راه كيسخن. الان المشاهدين الكرام بعدما انتهينا من اعداد لي كورني، غادي ناخذوا زلافه على هذه الطريقه هذه. غادي نديروا فيها بيضه، بسم الله. نديروا فيها بيضه على هذا الشكل هذا، ثم غادي نضيفوا عليها شويه ديال الحليب على هذه الطريقه هذه، وغادي نطربوها جيدا بشوكه على هذه الطريقه هذه حتى يتخلطوا لنا جيدا. صافي على هذه الطريقه هذه. وغادي ناخذوا غادي ناخذوا الشيته على هذه الطريقه هذه، وسوف نبدا بدهن لي كورني ديالنا على هذه الطريقه. اذا مشاهدينا الكرام الان بعدما انتهيت من دهن لي كورني ديالي بالحليب والبيض من الجهتين، يعني من الفوق ومن الاسفل، كتلاحظوا معنا من هنا ومن هنا. الان غادي ناخذ واحد شويه ديال الزنجلان، كتلاحظوا معنا على الطريقه هذه. غادي نوزعوا على لي كورني ديالي على هذه الطريقه هذه. كتلاحظوا معنا ملي دهناهم بالبيض والحليب راه كيلصق بكل سهوله على هذه الطريقه هذه. بطبيعه الحال غادي ندير لهم من الجهتين بسرعه. اذا مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا معنا بسرعه بعد ما درنا الزنجلان عليهم هما كيصبحوا لنا على هذه الطريقه. الان سوف ندخلهم الى الفرن على درجه حراره 170 درجه لمده نصف ساعه، ونلتقي بعد قليل. اذا مشاهدينا الكرام بعد مرور نصف ساعه على وضع لي كورني ديالنا داخل الفرن، كتلاحظوا معنا كيصبحوا لنا على هذا الشكل هذا. كتلاحظوا كيتحمروا لنا وكيشدوا لنا اللوين الذهبي، كيجيو رائع جدا. لاحظوا معايا هادو عاوتاني جميل جدا. الان الاشكاليه هي كيفاش غادي نديرو نزولوا هاد القوالب هادو من لي كورني. عقلتي وقبيله فاش كنت كنلوي العجين
قلت لكم خليو هاد المساحه هادي. علاش غادي نخليوها دابا؟ غادي تفهموني علاش. كناخدو الضفر ديالنا او الصبع ديالنا على هذا الشكل. هاد لو بوس او هاد الصبع هذا كيبرك، وهذا كيجبد المول، يعني هذا غادي يدفع هذا الكورني، وهذا غادي يجبد المول ديال الحديد. غنديرو بحال هكا، فهمتيوني؟ بحال هكا باش غادي المول الكورني غيهبط والمول غادي يرجع لنا. لاحظوا معايا، طق فوالا بكل سهوله. لاحظوا معايا الضغط ديالو كيجي رائع جدا، يعني بطريقه سهله. حتى هذا عاوتاني غنضغط واحد شويه بق فوالا. لاحظوا معايا على هذه الطريقه هذه بكل سهوله فوالا. يعني الا ما خليتيوش داك المسافه ما عندكمش فين ديروا هذه العمليه هذه، يعني غتجيكم شويه صعيبه. فوالا كيجيو رائع جدا يا سلام. في نفس الوقت راني قمت باشعال النار على الخلطه ديالنا باش ان شاء الله تسخن لينا. حيت راها بردات من قبائل وهي واجده. راني درتها تسخن شويه باش ان شاء الله غادي نقادو لي مول ديالنا. بقاو لي هاد الثلاثه نزولهم دغيا بنفس الطريقه، كيزولوا بكل سهوله، ما كيلصقوا ما والو. فوالا تري بيان. اذا غادي نجمع هاد لي مول ديالي جاهزين على هاد الطريقه هادي. غادي نجيب الخلطه ديالي، ها هي الخلطه ديالي واجده. في نفس الوقت حكيت واحد شويه ديال الفرماج في العين الصغيره باش غادي ان شاء الله ملي غادي نعمر المول ديالي بالحشوه غادي نغطسو في الفرماج باش غادي يلصق فيه. اذا على بركه الله غادي ناخذ معلقه، وغادي سوف ابدا على بركه الله بتعمير لي كورني ديالي بالخلطه اللي وجدنا. رائعه جدا. ناخذ معلقه صغيره احسن، ناخذ معلقه صغيره احسن بحال هذه باش اللي غتسع ليا في قلب الكورني، حيت هذه واخا صغيره راها كبيره. على هذه الطريقه هذه ناخذو حنا كنعمرو، حنا غادي عينينا ميزاننا. كتلاحظوا معنا تنوصلوا فريمون للتالي كاع باش الفرماج الاحمر يلقى فين يشد. فوالا الان حنا عمرنا، كندهنوهم بالظهر ديال الملعقه الصغيره، وكناخذوا الفرماج الاحمر او الجوب الاحمر وكنغطسوهم على هذه الطريقه هذه. كتلاحظوا معنا كنغطسوهم مزيان حتى كيلصق لينا اكبر عدد من الفرماج، ونعاونوا بيدينا علاش لا على هذه الطريقه هذه. لاحظوا معنا على هذا الشكل نفينيوهم جميل جدا، ونحطوهم في طبق التقديم مباشره. اذا مشاهدينا الكرام كي كتلاحظوا معنا بعد ما كنتهيو من تستيف لي كورنيا ديالنا فوق اناء التقديم، كنديروا واحد شويه ديال القزبر على هذه الطريقه هذه باش نستفوا عليه لي كورني ديالنا باش يجينا بحال التريتور، كيجيو رائعين جدا. انا غادي ناخذ لكم شي وحيده بحال هكا باش نوريكم كيفاش جاو على هذه الطريقه هذه. لاحظوا معايا كيفاش كيجيو رائعين على هذه الطريقه هذه، كيجيو فنين بزاف، كيشهيو ومقرمشين. قبيل راني دقت وحيده راهم مقرمشين وفنين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم في البيوت ديالكم. بالنسبه للي تريتور راه كيحسبوهم واحد 2 دراهم حتى 3 دراهم الوحده، فلما لا تصوبوهم في البيت ديالكم بالكميه اللي بغيتيو، وكيجيو رائعين جدا ولذيذين جدا على هذه الطريقه هذه. جربوهم ضروري ان شاء الله وردوا عليا الخبر. شكرا كثيرا على مشاهدتكم. غير بغيت ندير لكم واحد المساله، راه كاين واحد الفيديوهات ديالي قدامين شويه، هذه شي عام تقريبا وراهم لتحت في لاشين، دخلوا شوفوهم. يعني فيديو فيه 30 40 فيو وهي راه زوينه بزاف. بالنسبه للناس اللي يلاه تابوناو جداد دخلوا للقناه التالي ديال الفيديوهات، راه كاين فيديوهات زوينين وديروا سيت وصفات فنين بزاف، دخلوا شوفوهم ان شاء الله. شكرا كثير على تعليقاتكم الطيبه، الناس اللي كيصيفطوا لي كومونتير، الله يخليكم عليا والله يخليكم وليداتكم. شكرا كثيرا لكم، والى الحلقه المقبله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.